انقلب السحر على الساحر في عالم مليان بالاسرار والخفايا، في زمن بتختلط الحقيقه بالخيال والاسطوره بالواقع. تخيل تقابل شخص مش عادي، واحد بيمتلك اسرار مخيفه، قدرات مش مفهومه، وحكايات مرعبه لا اي حد يسمعها. ما كانش مجرد دجال او مشعوذ، دول قالوا عنه انه من اخطر السحره في التاريخ، وكان بيتحكم في قوه لا يراها البشر. بس في ليله غريبه كل حاجه اتغيرت. شافوه ميت في ظروف غامضه، ووشه كان عليه علامات رعب غريبه جدا، الطلاسم حواليه والبخور في كل مكان. بس السؤال اللي محدش عارف اجابته لغايه دلوقتي، هو شاف ايه قبل ما يموت؟ استعدوا علشان اللي جاي مرعب اكتر مما تتخيلوا. كل اللي عليك قبل ما تكمل الفيديو تحضر الطقوسات اللي متعودين عليها، سماعتك وقهوتك، واجهز علشان سهرتك. السيد الحسيني الفلكي ساحر مصري اتولد في القاهرة سنة 1945. كان بيدرس في الأزهر الشريف، بس الفلكي كان مهووس جدا بعلم الروحانيات والفلك. عاش حياته كلها في تعلم السحر والتعامل مع الجن، وكان من أشهر التلاميذ للساحر الكبير المشهور عبد الفتاح الطوخي الملقب بابن إبليس، وتعلم على إيده كل طرق السحر والشعوذة. عبد الفتاح الطوخي قصته وحكاياته كبيرة جدا، ممكن نتكلم عليها في فيديو لوحده. المهم نخلينا في حكايتنا. عبد الفتاح الطوخي في الأربعينيات كان مؤسس معهد لتعليم الفلك، وده طبعا اللي كان ظاهر للناس، بس في الحقيقة هو كان من أكبر الأماكن لتعليم كافة أنواع السحر، والناس السحرة من جميع أنحاء العالم كانوا بيروحوا له علشان يتعلموا منه. كان طبعا من ضمنهم تلميذه السيد الحسيني الفلكي. بس بعد فترة المعهد ده اتقفل بقرار حكومي. الحسيني كان ملقب بخادم الجن، وده لأنه كان واهب حياته كلها في خدمة الجن وتحضيرهم، واسمه كان مشهور جدا بين السياسيين والفنانين والإعلاميين الكبار ولاعيبه الكوره، ومش في مصر بس، ده في العالم العربي كله. وده طبعا لانه كان بيعمل لهم اعمال وحاجات لتسهيل شغلهم ونجاح عملهم. وفي الناحيه الثانيه كان مؤذي الناس تانية، ومش بس كده، ده وصل لمرحله انه كان بيسيطر على الجن، وكان بيامرهم ينفذوا اي حاجه يطلبها منهم. وصلت شهرته انه بقى بيطلب في مؤتمرات كبيره جدا وعالميه، وده علشان يروح يتكلم عن علم الفلك والروحانيات. كان بيقول لهم هيحصل كذا فيحصل كذا، والاقوال دي انا بصراحه مش بامن بيها، كذب المنجمون ولو صدقوا. بس في اقوال بتقول انه ما كانش منجم، هو كان مسخر له جن بيقول له على الحاجات اللي هتحصل، وده طبعا برضه مش مقتنع بيه لانه لا يعلم الغيب الا الله. نروح لسنه 1988. المخرج الكبير ياسين اسماعيل ياسين كان بيعمل فيلم اسمه عادل ينتقم، والمفروض ان في مشهد عباره عن جلسه روحانيه. فوقتها المخرج طلب انه عاوز السيد الحسيني في المشهد ده بالذات، على اساس يعني ان يكون فيه واقعيه اكتر والكلام ده. بس طلب من الحسيني في المشهد انه يقول شويه طلاسم خفيفه ويكمل المشهد اي كلام عادي. بس يتفاجئوا وهما بيصوروا المشهد ان السيد الحسيني بيقول كلام كتير ومش مفهوم، وبدا يحصل حاجات غريبه في المكان اللي بيصوروا فيه. بيقول لك انه كان وقتها بيحضر حاجه اسمها العزيمه البرهتيه، وقالها بشكل كامل وكل الكلام صح. الناس السحرة الكبار بيقولوا ان التعويذه دي بالذات مش اي حد يقدر يعملها، مفيش غير حوالي 10 في العالم كله اللي يقدروا يقولوها بالشكل الصحيح، والسيد الحسيني في المشهد ده قالها فعلا بالشكل الصحيح الكامل. وقالوا برضو ان العزيمه ديت من اقوى طلاسم السحر الاسود، وبيقولوا برضو انها قسم عظيم لا يتخلف عليه ملك ولا يعصيه جن. بتحتوي على 28 اسم من اسماء الله الحسنى، بس بلغه الجن بس هم اللي بيفهموها. بس الغريبه بما انه عمل العزيمه ديت، وفي ناس كتير تخيلوا شافوا حاجات غريبه وقت التصوير، قال لك برضو العزيمه ديت علشان تشتغل بشكل كامل لازم شروط معينه. يعني بيقول لك الساحر لازم يقولها 7 مرات بعد كل صلاه، وتاني يوم يضاعف العدد ل 14 مره بعد كل صلاه، ويفضل يضاعف اليوم الثالث والرابع لغايه ما يوصل اليوم السابع، وهو برضو بيضاعف العدد. في ناس بتقول ان الاسامي الموجوده في العزيمه مش اسماء الله الحسنى، دي بتبقى اسماء شياطين. بعد الانتهاء من تصوير الفيلم في واحد من اعضاء الممثلين اتوفى في ظروف غامضه، وفي الوقت ده تم منع الفيلم انه يتعرض. الرعب الحقيقي بقى حصل في 2003 لما زوجته اللي كان عندها 23 سنه، يعني فرق السن بينهم حوالي 30 سنه او اكتر، دخلت عليه اوضته الخاصه، سمعت اصوات غريبه وصريخ طالع من الاوضه الخاصه بيه، والاوضه ديت كان ممنوع اي حد يدخلها حتى زوجته. حاولت تفتح عليه الباب بس الباب كان مقفول عليه من جوه، وفجاه الصوت كله اختفى والباب اتفتح من نفسه. دخلت عليه الاوضه لقته مرمي ميت على الارض، وعينه شكلها مرعب جدا، وكانت باصه لفتحه سودة في السقف، هي ذات نفسها مش عارفه الفتحه ديت ايه مصدرها. الضابط ورجال الامن لما وصلوا المكان
قالوا ان في حياتهم كلها ما شافوش حد ميت وعلى وشه علامات الخوف والرعب دي كلها، وكمان كان في على جسمه علامات زرقان، بيقولوا ان العلامات ديت غريبه ومش طبيعيه. وقتها اخواته وجهوا التهمه مباشره لزوجته، قالوا اكيد هي عملت كده علشان طمعانه في فلوسه. ولما النيابه جابت زوجته علشان يسالوها انكرت كل حاجه، وقالت انها كانت بتحب السيد الحسيني من قبل اصلا ما يتجوزوا، وكانت معجبه جدا بحلقاته والكلام بتاعه، وهو جه في يوم من الايام خدها من عيله بسيطه وغير حياتها 180 درجه، فمستحيل تعمل فيه كده. وبما ان مفيش اي دليل فاترفعت الاتهامات من عليها. بس الغموض بقى في القصه انهم لما دخلوا يفتشوا شقه الحسيني كانت عباره عن بيت رعب. لاحظوا وجود كميات كبيره جدا من ازايز اللبن، وله اكتر من 16 منديل ورق عليه دم حيض، وورق مناديل تانية عليها سائل منوي. ده غير الاوضه الخاصه بتاعت السيد الحسيني اللي كانت كلها مليانه صور فنانين ولاعيبه كوره ورجال اعمال كبار وسياسيين واعلاميين واصحاب مناصب عاليه. وكان طبعا في رسومات وطلاسم مش مفهومه، يعني محدش عارف هم ضمن معمول لهم عمل ولا هم محصنين نفسهم ولا ايه الحكايه بالظبط. وشافوا كمان ارقام ناس كتير من الخليج، والمرعب اكتر انهم شافوا ورقه مقفوله بقفل ومكتوب جواها اسماء جن. في ناس خبيره في الموضوع ده قالوا انه كان بيحبس الجن. انت متخيل؟ يعني مش بيعمل اعمال للبني ادمين بس، لا ده كمان كان بيعمل اعمال للجن ويحبسهم ويعذبهم لو ما سمعوش كلامه وخالفوا اوامره. وبالرغم من كل ده ما لقيوش سبب حقيقي لوفاته، يعني مثلا مش مسموم ولا جاله هبوط حد في الدوره الدمويه ولا الحاجات اللي احنا بنسمع عنها ديت. في ناس اجمعوا ان هو كان بيحضر كيان عظيم وما قدرش يسيطر عليه فانتقم منه. في ناس تانية بتقول انه شاف ملك الموت بعينيه وهو بياخد روحه عقابا من ربنا على اللي عمله في حياته. بس لغايه دلوقتي مفيش تفسير حقيقي لموت السيد الحسيني، ومحدش عارف هو شاف ايه قبل وفاته وصلته للحاله ديت. حكايه السيد الحسيني انتهت بس على الورق، الراجل اللي دخل عالم الظلام وسخر الجن والشياطين لخدمته، بس في النهايه دفع الثمن غالي، مات في ظروف غامضه، والناس لغايه النهارده مش عارفين موته كان حادث عادي ولا انتقام من القوه اللي كان بيستخدمها. هل فعلا السحر انقلب على الساحر؟ هل الجن اللي كان بيأمرهم قرروا يخلصوا عليه؟ مفيش اجابه اكيده، بس اللي معروف ان نهايته كانت مرعبه جدا. يمكن حكايته خلصت بس اسراره لسه مدفونه ومستخبيه مستنيه اللي يدور عليها. وسؤال الحلقه النهارده بيقول هل فعلا السحر ممكن ينقلب على الساحر؟ شاركونا رايكم في التعليقات بعد طبعا ما تدوسوا اللايك الجميل. تصبحوا على خير.